وصفتنا النهاردة عن حلا النسكافيه البارد. حلا سهل ولذيذ وطعمه بجد تحفة يا جماعة. أنا حطيت كوباية ونص من اللبن أو الحليب على حسب المسمى عندكم في البلد بتاعتكم. واكتبولي في التعليقات ياريت بتتابعوني من أي بلد. وحطيت عليها علبة قشطة وكمان كيس كريم كراميل، وهننزل عليها بمعلقة ونص من النسكافيه ونقلب بقى وناخد الكلام دوت على النار. نفضل نقلب فيه كده تقليب مستمر لحد ما يغلي معانا. وبعد كده نصفيه ونجيبه. انا هستخدم البولات دي الكبيرة دي. ممكن تستخدمي دول الصغننين دول او ممكن تستخدمي كوبايات عادي خالص. المتوفر عندك تقدري تستخدميه. هنا انا حطيت 4 بسكوتات في كل بولة، بس انا هرجع ازودها تاني عشان حسيته قليل. تمام. وبعدين هننزل عليه بالخليط بتاعنا بحلى النسكافيه. لذيذ بجد بجد، يعني عشاق النسكافيه هيبقوا عارفين انا بتكلم عن ايه. واللي برضو مبيحبش النسكافيه يا جماعه جربوا الوصفه وانا متاكده ان هي هتعجبكم. شوفوا بقى كده طعم الكريم كراميل مع النسكافيه حاجه بجد تحفه. وهنا هنكمل بقيه الخليط، وطبعا كالعاده لازم يندلق مني اي حاجه وانا بصور، بس مش مشكله ما يهمناش يعني ولا يهزنا اي حاجه. بصوا لازم انزل البتاع لاخر قطره زي ما بيقولوا، عشان ده نسكافيه يا جماعه. اللي أصحاب المزاج العالي لما بييجوا يشربوا النسكافيه أو الشاي أو القهوة آخر بُق بالنسبة لهم ده بيبقى حاجة كبيرة أوي. هنا أنا هازينه بكريم شانتيه. دي اختياري برضه، هو كده أصلًا مش محتاج حاجة. تمام. وهنزيد بقى الموضوع حلاوة أكتر بالكراميل، هيدّي برضه تيست حلو أوي. حلا بارد بقى نودّع بيه الصيف اللي مش عايز يمشي ده، مش عارفين الصراحة، شوية تسقّع شوية تحرّر، يعني إحنا مش عارفين. فقُلت أعمل لكم حلا حلو كده بالنسكافيه يرطّب على قلبنا كده وينسينا بقى. بجد حلو أوي ولذيذ وهيعجبكم أنا متأكدة. ما تنسوش بقى تفعّلوا الجرس وتشتركوا في القناة عشان يوصلكم كل جديد أنا بانزّله، وتكتبوا لي في التعليقات محتاجين نعمل إيه وصفات جديدة مع بعض، وتطبّقوا بقى وتبعتوا لي. تمام؟ أنا متأكدة إن هو هيعجبكم جدًا، وما تنسوش تعملوا mention لأصحابكم وحبايبكم عشان يتعلموا ويستفادوا والعيلة بتاعتنا تكبر. تحفة بجد يا جماعة. أنا دخّلته التلاجة مفروض يدخل التلاجة من ساعتين ل3 ساعات أو أكتر زي ما تحبوا، بس أنا الصراحة طلّعته بعد ساعة عشان ألحق